الشهيد مؤيد أحمد علو القطبي. ولد الشهيد مؤيد أحمد علو عام 1961 في مدينة الكوت. أكمل دراسته الابتدائية في مدرسة الغربية، والمتوسطة والإعدادية في ثانوية الكوت للبنين. في عام 1980 اعتقل لأول مرة ولمدة 40 يوما من قبل المنظمات القمعية للنظام البائد، عندما كان طالبا في المرحلة الثانية في كلية الزراعة بجامعة بغداد، بتهمة انتمائه إلى حزب الدعوة الإسلامية. وبعد ذلك أطلق سراحه، ثم اعتقل للمرة الثانية عندما كان في المرحلة الثالثة. في عام 1981 تعرض الشهيد مؤيد أحمد علو في قعر السجون لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي. ذوو الشهيد علموا بخبر استشهاده في نهاية عام 1982، ولم تسلم جثته إلى عائلته، كما لم يتم التعرف على مكان رفاته حتى الآن.